لحم النعام انتشر شوية الفترة الأخيرة وناس كتير أخدوه وعملوا بيه اختراعات. فالنهاردة أنا رحت مكان بيعمل سماش برجر بلحم النعام وبيقولوا إن أول مكان يعمل حاجة زي كده. المكان اسمه أندر ريتد برجر وفاتح في مدينة نصر تحت الكوبري اللي قدام حديقة الطفل. هو بيعمل سماش برجر وبيتزا وبيعمل سماش برجر نعام، ده اللي أنا جاي عشان أجربه النهاردة. خلينا نعمل لايك وشير ونبدأ بأول حاجة. تشيز فرايز دي سعرها 35 جنيه، البطاطس طعمها لذيذ شغال، الجبنه ما فيهاش اختلاف عن اي جبنه في المحلات، مش عاوز اقف عندها كتير وخلينا نجرب السماش برجر العادي. العيش فريش وبينزل مع سندوتش بطاطس. السندوتش بيبقى عباره عن خس وخيار مخلل وصوص، وانا طلبته دبل بيحط شريحتين وفوقيهم بصل مكرمل، فهو تكوين عادي بس متغرق صوصات. السماش برجر عامه بيبقى ملح وفلفل فبيبان طعم اللحمه، وهنا اللحمه طعمها حلو ومحطوط جواه صوص جبنه كده محلي طعم السندوتش، فدي كانت بدايه مبشره بصراحه. وعجبني كمان ان البصل المكرمل مش مأثر على الطعم قوي. وفي السماش عامه نصيحه مني اطلب دبل فيما فوق، لان السنجل ما بتحسش بيه اصلا، لان شريحه اللحمه بتبقى صغيره نسبيا. تاني سندوتش جربته كان فرايد تشيكن اسمه اندر ريتد كريسبي باسم المكان. اكتر حاجه عجبتني في السندوتش ده تقطيعه الفراخ، بقيت احب التقطيعه دي، هي اكنها بتتفرد كده وبتتبل وبتتقلي. التتبيله بتاعتها حلوه، هي حادقه بس سنه بسيطه، لكن طبقه البريدنج بصراحه كويسه مش كتيره، لكن لو كان كريسبي شويه كان هيبقى افضل. السندوتش ده برضه بينزل معاه بطاطس، ومن السندوتشات اللي فيها لغوصه شويه. بس خلينا ندخل بقى على اللي جاي عشانه النهارده، سماش برجر بلحم النعام. مبدئيا كده انا دقت لحم النعام قبل كده، هو بيبقى اشبه بالبقري، نفس تكوين الانسجه بس دهونه قليله جدا. ففكره السماش اصلا انك وانت بتسماشه كده بتطلع منه دهونه، فدي حاجه مأثره على الساندوتش بصراحه. لحم البرجر بتاع النعام ما ينفعش برضه يتبل ملح وفلفل بس، تحس انك بتاكل كاوتش كده هنا، يعني عكس لما دقته هو معمول عادي، بيحتاج بس يتبل شويه وطعمه بيبقى حلو. مش الحاجه اللي تروح لها تاكلها تاني كتير كلحم نعام، لكن سماش برجر نعام ما حسيتهوش قوي. فحاسس المحل لو اهتم اكتر بالسماش برجر العادي هيبقى افضل ليه، لان طعمه عنده جامد. جربت بعد كده بيتزا برضه بلحم النعام، هي بتبقى بيتزا مارجريتا، وبعد ما بتتسوى بتطلع يتحط عليها لحم النعام وتكمل سواها. مش هخبي عليكم لحم النعام برضه كان مشكله في البيتزا دي، لانه برجر نعام. البيتزا نفسها لو شلت من عليها النعامه هتبقى بيتزا متوسطه، يعني عجينه كويسه محتاجه تستوي حاجه بسيطه من تحت، لكن غير كده تمام شغال. مش احسن بيتزا بتمط بس شغال. ختمت اخر حاجه بالحلو، ده بيبقى عيش توست عندهم كده بيتحط عليه فانيليا وبيتحمص، وفي الاخر بيتحط عليه وايت شوكليت ونوتيلا. عجبني ان العيش طري من جوه بعد ما اتحمص، معرفش اتعملت ازاي دي، وطعم الفانيليا حلو مع الشوكولاته. لو اتحط عليها جوز هند هتبقى افضل. كان في برضه بان كيك، بيتهيالي هروح له اكتر لو زرت المكان تاني. ملخص المكان بقى عشان موضوع النعام ده، المكان ده ماسكه شويه شباب لسه فاتحين بيحاولوا يعملوا حاجه مختلفه شويه، بس خلينا نركز على السماش برجر ده حلو جدا فعلا عندهم، واللحمه حلوه ومعلوش كلام، لكن سيبوا النعامه في حالها لو سمحتوا يعني. وحاولوا تشتغلوا دليفري اكتر، لان دي اول مره بصراحه اقعد في محلات تحت الكوبري، وبصراحه القعده دوشه شويه. مفيش تكييفات مثلا، مفيش هواء طبيعي كفايه حتى تحت الكوبري. اعمل حسابك يا تروح في وقت فاضي مثلا بالليل جدا، او تاخد الاكل تدوق بره، او تطلبه دليفري. عاوز اسمع رايكم في حوار لحم النعام عامه، لانه شكله كده وحاسس انه بدا يطلع ترند شويه، وهنشوف فيه افتكاسات كتير الفتره اللي جايه. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو حابب المحتوى ده ممكن تعمل فولو على الانستجرام وفولو على فيسبوك. ما تنسوش لو حبيتوا تشتري حاجه من على نون دخلوا البروم كودز دي هتاخدوا خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.